والحدوته بتبدا في التسعينات مع فيرس واللي عايشه على احدى الكواكب مع احدى الشعوب برضه واللي اسمهم الكري، وبتكون فاقده الذاكره من فتره وبيكون عندها مشاكل وبيجي لها كوابيس بسبب بقى ايه موضوع فقدان الذاكره والحاجات دي. وبنتعرف على يون راج واللي بيكون المدرب بتاعها، وبيخش وبيقول لها عامله ايه النهارده، اخبارك ايه يا مزه، وبيفضل يدربها وبيقول لها ما تتعصبيش عشان هي لما بتتعصب بتطلع رزل من ايديها، فبتتعصب وتطلع رزل من ايديها وبتدعكوا يعني في الاخر. والمفروض ان شعب الكري دول هم ابطال وبيحاربوا السكرولز دول اشرار ووحشين، والسكرولز دول بيكون عندهم قدره ان هم يحولوا شكلهم لشكل اي حد تاني. وبيروح جيش الكري في مهمه عشان ينقذوا حد من عند السكرولز، وبيروحوا وبيبداوا معركه معاهم، ولكن بتتخطف عمتك فريز. وهنا بيقوم السكرولز بفحص ذاكرتها وبيشوفوا ماضي من ماضيها زمان ايام ما كانت عايشه على كوكب الارض وشغاله طياره في الجيش الامريكي مع صديقتها القديمه اللي اسمها ماريا رامبو، واللي في الفتره دي بتتعرف على واحده دكتوره كده اسمها ويندي. وبيكون السكرولز مهتمين جدا يعرفوا ويندي دي وعايزين يعرفوا معلومات عنها زياده. يا ويندي انا ويندي. ولكن بعد كده بتفوق وبتكسر الجهاز على دماغ امهم وبتضربهم وبتطلع تجري وبتكمل ضرب فيهم، وبعدين بتركب سفينه من السفن الصغيره بتاعتهم وبتحاول تهرب بيها، ولكن واحد من السكرولز بيضرب السفينه وبكده بتقع على كوكب الارض. وطبعا بما ان في ده فيلم امريكي فاي حاجه بتقع من الفضاء او اي خطر يعني او اي بطل بيقع في امريكا، بديهيات يا جدعان. وبتقع عمتك في امريكا وبيقع وراها شويه من السكرولز، وبتروح فريز عند تليفونه وتهكره، وبكده بتعرف تتواصل مع يون راج اسمه يون راج ايه بس. ولكن الاتصال ما بينهم بيتقطع بعد ما بيعرفوا انها على الارض، وبيجي بعض البوليس من شيلد لان في واحد بلغ عن فريز لان هو خايف منها يعني. وبيروح لها عمك نيك فيوري بس هو لسه صغنون كده في السن، وبيحقق معاها وبيسالها انت مين، فبتقول له انا فريز واحده من قوى النجوم، فبيفتكرها مجنونه يعني. بيطلب من الضابط اللي معاه ان هو يكيشها دي اللي هو ايه يبقلشها دي والله ما انا قايل. ولكن بيكون جه واحد من السكرولز وبيضرب نار وبتقوم عمتك فريز ضربه عليه هي كمان وبتطلع تجري وراه. وفي نفس الوقت بيركب نيك فيوري وصاحبه في العربيه وبيجروا ورا فريز، وبتوصل فريز لاحدى السكرولز اللي كان متنكر في شكل ست واللي كانوا في المترو. تفهم ده مترو طلعهم بس ايه من ده مترو. المهم بيقعدوا يضربوا في بعض، ولكن الناس بيمسكوها. لا ما ينفعش تضربي واحده قد امك يا بنت، عيب يعني، هي اصل قد امها دي بتتشقلب وبتعمل الحركات دي. فبيهرب السكرول ده وبيجري على سطح الارض، شفت العجوز، وبتحصل ما بينهم مواجهه، وبيكون في نفس الوقت عمك نيك فيوري مع فيل في العربيه. ولكن بيجي له اتصال من فيل برضه بيقول له ان هو لسه في المكان، فبيفهم من فيوري ان اللي جنبه ده مش فيل وان هو واحد من السكرولز، وبيضربوا بعض لحد لما بيعملوا حادثه وبيموت المخلوق اللي جنبه. لكن عمك نيك فيوري بيطلع زي الفل ما فيهوش اي حاجه. وفي نفس الوقت السكرول اللي كانت بتطارده فريز بيضيع منها، واثناء ما بتحقق فريز في الموضوع بتسرق موتوسيكل كده وهدوم من على هو ده. وبيشرح احد العلماء مع نيك فيوري واحد من السكرولز اللي هو مات ده، وبيكون مش مصدق اللي هو شايفه لان هو حرفيا يعني بيشرح كائن فضائي، انت متخيل يا بيه. وبيسال رئيس نيك فيوري عن اللي حصل وبيقول له ان هو لازم يحقق لوحده وما يثقش في حد. ولما بيمشي فيوري بنشوف ان الرئيس ده بيبقى برضه واحد من السكرولز. انتوا منتشرين بقى، انا والله ممكن نلاقي كريم واحمد من السكرولز بعد كده. وعلى الجنب الثاني بيوصل فيوري لفريز وبيساعدها بعد لما بيصدقها، وبتكون وصلت فريز ان السكرولز عايزين يوصلوا للدكتوره ويندي واللي كانت شغاله على مشروع اسمه بيجاسوس. فبيساعدها فيوري انها توصل لمكان المشروع ده علشان يحققوا مع بعض شيهم. وبيدوروا على الدكتوره ويندي وبيقابلوا القطه واللي عمك نيك فيوري حبها جدا يعني كوري جميله، ولكن بيسيبها وبيكملوا تحقيقهم في المهمه. وبيدخلوا السجل بتاع المنظمه وبتشوف فريز صور ليها وهي شغاله مع الجيش الامريكي. وبيكون كشف نيك فيوري ان رئيسهم بقى واحد من السكرولز متنكر برضه، وبيضربوا بعض او بمعنى صح فيوري بيتضرب ولحد لما بتيجي فريز وبيهربوا وبياخدوا طياره بتكون لسه فاكره هي ازاي تطير بيها يعني وكده، وبتنفذ ده وبتكون دخلت معاهم الطياره القطه اللي قبلها من شويه. وبنشوف على جنب تاني ان يون راج بيتفق مع رونان واللي ظهر في فيلم جارديان اوف ذا جالاكسي، بيتفق معاه على ان هو يساعدهم وكده. وعلى الارض بتكون فريز وصلت لماريا صديقتها القديمه، وبتستغرب جدا ماريا لما بتشوفها عشان كانت فاكراها ميته اصلا. وبتحكي عمتك فريز عن كل حاجه حصلت لها وانها عندها قوه خارقه وكده. وبيوصل احد السكرولز لبيت ماريا وبيطلب منهم ان هم يتكلموا، وبيقول لها ان هو عنده معلومات مهمه عن مشروع بيجاسوس. وبنشوف السكرولز بيخافوا جدا من القطه اللي اخدها نيك فيوري، وبيقول ان دي مش قطه وان دي حاجه اسمها الفالكرين مش عارف ايه وحش يعني. المهم هو بيشغل السكرول
التسجيل اللي معاه وبنفهم اللي حصل مع فريز، وهو ان دكتوره ويندي دي دخلتها في معركه لحد لما طيارتها وقعت في مكان ما، ولاحظت فريز ان ويندي دمها لونه ازرق، وبتقول لها ان اسمها الحقيقي مارفيل وانها جايه من كوكب اسمه هيلا، وبتكون عايزه تفجر المحرك واللي هو التسركت قبل ما حد يلاقيه، ولكن بيجي عمك يون راج وبيقتل دكتوره مارفيل، وبيكون هيقتل فريز ولكنها بتضرب التسركت بالنار فبينفجر، فيفجر قوه كبيره جدا فيها، وده اللي بيخليها عندها قوه خارقه رهيبه مله، واللي هي اقوى قوه في كوكب الكواكيو كله. والمهم يعني في الاخر بتقع مغمى عليها، وبنعرف ان اسمها الحقيقي كارول دانفرز، ولكن عمك يون راج بيلاقي نص القلاده بتاعتها واللي مكتوب فيها فريز، فبيدعوها بالاسم ده بقى، بيناديها فريز وخلاص. وهنا بياخدها وبيمسح ذاكرتها وبتحصل الاحداث كلها اللي شفناها، وبنرجع تاني لكارول بعد لما سمعت التسجيل ده، وبنفهم ان السكرولز هم الطيبين اللي عايزين يحموا نفسهم من الكري الاشرار الوحشين يا وحشين. فبتلبس كارول بدلتها عشان تهزم الكري، وتقرر انها تغير لون البدله عشان ما تكونش واحده منهم. وبنتي مونيكا اللي هي ماريا رامبو دي، خلي بالك مهمه بعد كده، اتقل عليا الحاجات دي كلها جايه في السكه، مفيش حد بيطلع في الفيلم ده مش مهم. المهم يعني بنت مونيكا اللي هي ماريا بتختار لها انها تعمل بدلتها باللون الازرق والاحمر، يعني لون جديد جدا، صدق بدله كابتن امريكا ما فيهاش اللون دول برضو اللي هم في عالم امريكا، ما علينا. وبياخدوا الطياره وبيوصلوا لمركبه دكتور مارفيل واللي بيكون هناك مختبرها. المهم يعني بيوصلوا للتسركت، وبتكون كارول قويه كفايه انها تمسكه. التسركت يا جدعان فيه ايه؟ وبعدين بيجي عمك يون راج وجيش الكري، وبيحصل ما بينهم مواجهه، ويون راج بيتحكم في كارول بسبب ان هو حاطط جهاز على رقبتها. متخيل انت كل القوه دي وجهاز على رقبتك يتحكم فيك؟ بيفكرني بثور في فيلم ثور راجناروك وكده، لما قام جاي بسم الله ما شاء الله بيكهرب باله الرعد، استغفر الله العظيم. المهم يعني بيخطفها، ولكن كارول بتقدر تحرر نفسها بقوه الاراده بقى وعافيه ذوق بقى وكده. اللي قادره التحدي والمواجهه، لا قادره التحدي والمواجهه، وبتخلع الجهاز اللي بيحجم قوتها، وبكده بتكون اقوى مخلوق في الكون، وبتكون قويه لدرجه انها بتقدر تهزم اي حد بكل سهوله، فاهم كده؟ سهوله جدا، عافيه ذوق يا بيه. وهنا بنلاحظ ان القطه واللي كانت بتاعه مارفيل دي مش قطه اصلا، وانما هي كائن فضائي قوي فشخله، وبيبلع اي حاجه، انت فاهم؟ انت كائن فضائي بيبلع. وكارول بتخليه يبلع التسركت عشان يشيله جوه معدته، فاهم انت اللي هو ايه؟ خزنه هنا يا برو. وبتروح كارول وبتنزل فيهم ضرب كلهم، وبيركبوا كلهم المركبه وبينزلوا للارض مع السكرولز، وبتكون كارول مش سايبه حد، فبتفكر كل المراكب الفضائيه بتاعه الكري، وبتنزل تكمل ضرب في يون راج، وبتكون قضت عليهم كلهم، يعني بسم الله ما شاء الله عليها جامده مله. وبيكون قاعد نيك فيوري بيلاعب القطه الفضائيه دي، فاهم انت؟ فبتقول له بس يا بابا، تقوم جايه مخربشاه على عينه، وهي دي الطريقه ان نيك فيوري فقد فيها عينه. طريقه بنت يعني، فاهم؟ انا قلت بقى كان في حرب داميه مع مش عارف مين وبيعمل مش عارف ايه، طلع في الاخر قطه فضائيه جت خربشته وبوظت له عينه. فو عليك يا نيك فيوري. والمهم يعني بتطلب كارول من نيك فيوري يسيب التسركت على الارض في بطن القطه العجيبه دي، وكارول بتدي فيوري جهاز هي طورته يخليه يتصل بيها في اي مكان، وبتطلب منه ان هو يتصل بيها الا في الحالات الطارئه جدا. وبتخرج كارول وبتودع صديقتها وبتروح الفضاء، عشان هي شايفه ان في شعوب كتير جدا زي السكرولز كده لازم انها تحميهم، هم ما عندهمش حد يحميهم، واحنا البشر يعني عندنا ناس كتير تحمينا. وبرجع فيوري شغله في شيلد، وبيبدا ان هو يعمل مشروع كده الابطال المميزين يقدروا يحموا الارض، وبيسموه مشروع الافنجرز، هو اسمه الافنجرز. وبعدها بفتره بتخرج القطه التسركت من معدتها، معلش عندي حموضه. وهنا بيشيلوا عمك نيك فيوري لحد لما بتحصل الاحداث اللي شفناها قبل كده. وفي اخر مشهد بنشوف كابتن امريكا وناتاشا وبروس بانر. ناتاشا استنى بس، عامله ايه يا ناتاشا؟ ولا حاجه، وحياه ربنا وحسينا ناتاشا، والله حسينا ناتاشا. المهم يعني بنشوف عمتك ناتاشا وبروس بانر وكابتن امريكا وور ماشين بيحاولوا يفهموا ايه الجهاز اللي وقع من فيوري ده، وده كلها بيحصل في اخر احداث افنجرز انفينيتي وور، واللي بيكون الجهاز ده جهاز الاتصال بكابتن مارفل، وبيلفوا وراهم بيلاقوا كابتن مارفل قدامهم، تسالهم عن مكان نيك فيوري فين وايه اللي ههنكم. وباقي بقى الاحداث دي كلها هنشوفها في فيلم افنجرز اند جيم، واللي هو ان شاء الله هيكون بكره يعني ان شاء الله. وبس كده، توته قصه حدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك، كومنت، شير، وتعمل لي فولو على انستجرام. ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منشن الفيديو ده. ما تنساش تعمل فولو احمد اسامه عشان هو اللي كاتب السكريبت ده. وما تنساش تخش على جروب الميم زي ميم امي على الفيسبوك، هتلاقي هناك كده ايه في شويه ميمز حلوه بقى، وبعمل لايف بقى، فاهم انت ايه؟ يوم يوم لا، يومين يوم لا، على حسب مزاجي يعني، ما علينا. اللايف بيكون الساعه 12 بالليل بالتوقيت القاهره. وبس كده، السلام عليكم. اللي قادره التحدي والمواجهه
واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها تبقى هي دي الأحق إنها تقول ألف لا، 1001 لو سمحتي. ولو لقيت أيامها مش راضية بمزاجها عافية ذوق، طول ما أنا صاحبة حقوق مش هبان مكسورة ولا دايما ضعيفة. عافية ذوق، شايفة إني مكاني فوق إن شاء الله على الخازوق يعني، واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة إن شاء الله هيعملوا عليك انقلاب ويطلعوا ميتين أمك. بس كده، سلام عليكم.